سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. اليوم جيت نكمل معكم الفيديو ديال وثائق الزواج المختلط اللي قلنا انه غيكون فيه جزء ثاني اللي هو هذا اللي غنصور معكم اليوم، ومنها غنشارك معكم التجربه ديالي وبحال اش درت. اول حاجه الوثائق ديالو كلهم عطيتهم المترجم ترجمهم ليا، عطيتهم ليه المهم دار معايا مزيان. بالضبط مشيت عند بالناس اللي ديال اكادير، مشيت عند بن يحيى ابراهيم بن يحيى. المهم راه كاين في شارع مراكش، بالضبط في شارع مراكش، حدا المحكمه الابتدائيه، المهم حدا الكوميساريه سونترال اللي كاينه في اكادير. المهم عند بن يحيى كيخرجهم ليك دغيا، واللي زوين فيه انه كيحط لك الاسعار، يعني ماشيش كيبقى يشوف في راجلك منين ولا هذا ولا هذا، كيحطهم. وإلا قلتي لي انك زربانه ممكن انه يدير معاك مزيان ويسرب لك الورق ديالك. يعني هذه من الاشياء اللي ساعدتني انه وجد لي الورق ديالي دغيا. من مورا هذوك الاوراق البنات، الترجمه ديالهم، يعني ديت لي الوراق ديالي كلهم ترجمهم ليا. شديت هذوك الوراق، درت لكل ورقه ديال الزوج ديالي درت ليها فوتوكوبي، ديالي انا درت لهم فوتوكوبي، وخمسه ديال التصاور، وقدينا الدواسه، يعني اللي كاين في هذا الدوسي كاين في هذا كاين في هذا. وبالنسبه بحال اش غادي تقادوا الدوسي ديالكم قبل نتوما كتكونوا مشيتوا للمحكمه ديالكم ولا فين كتزوجوا يعني مشيتوا عند المحكمه ولا عند العدول، كيعطيوكم واحد الورقه. حاولوا تقادوا الوثائق ديالكم بهذاك الترتيب اللي عندكم باش يجيكم سهل. حنا قادينا الوراق ديالنا كاملين، شديتهم مشيت نيشان لمحكمه الاسره. انا كنت درت المحكمه الاسره في مدينه تيزنيت. المهم انا درت المحكمه الاسره، ديتهم عند واحد السيد سميتو حميد. كنعقل عليه، كان الله يعمرها دار مسكين، يعني ما كانش من النوع اللي باغي الرشوه ولا هذا، كان خدام زعما السيد على نيتو، وكان في محكمه ديال المحكمه الاسره ديال تيزنيت، الله يعمرها دار. مشينا عنده، عطيناه الوراق وقلنا له حنا زربانين وهذا 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 وهذا. وفي الحقيقه وقف معنا الوقفه ديال الرجال البنات بلا ريال بلا جوج، الله يعمر هذا. رغم انه حنا كنا عوالين اننا غادي نعطيو زعما نخلصوا باش يخرجوا لنا الوثائق دغيا، الا اننا كنتصدموا بهذاك السيد ملي عطيناه ملي جينا ندوروا معاه طلع ليه الدم، ويعني دار فينا بواحد الاسلوب ماشيش يعني يغوت علينا ولا، ولكن دار فينا بواحد الاسلوب اللي شويه لابق، وبين لنا بان راه ماشيش كلشي باغي الرشوه ياك. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا. المهم نتوما مع نقول لكم حميد مع عرفوا محكمه الاسره انا راه كيتلفوا ليها. كنت عقلت مشيت عنده 9 ديال الصباح، شديت الطريق ومشيت للمحكمه الاسره. ومن موراها المهم مع 11 عطاني الدوسي، شديت الدوسي ديالي بيديا وديته للوكيل الملك في المحكمه الابتدائيه، حتى هو عطيته للسيد ودخل وبقيت عاسه عليه تمايا. انا مشيت ما تفركلت، بقيت عاسه عليه تمايا. شديت الدوسي ديالي عاوتاني من محكمه الاسره، خرج لي تقريبا مع شي 3 هكا، حيت كيخصك تسناي حتى يكمل الجلسات وكل شيء. شديت الدوسي ديالي بيديا وديته لسيدي افني، ديتو للبوليس سيدي افني. كنعقل دخلت عند البوليس، كنت جايه طياره في الطريق، كنت عقلت شدوني الجندارم في الطريق ديال المهم هكا في شنو سميتها في الدخله ديال ميرلفت. كنت عقلت شدونا للجندار وبركت عليه لا واش ما تزوجوش، واش حنا ما نتزوجوش، واش هذا واش هذا. قلبت لهم مخهم ساكن، ولكن المهم يعني طلقوني، ما عطيتهم لا ريال لا جوج ما عطيناهم والو. المهم درت لهم القرار وقلت لهم ما عنديش الفلوس وهذا وهذا. المهم حمقت هذوك الجندار ساكن وكملت الطريق. وكيقول لي راه ما يمكنش توصلك، قلت له انا راه عندي رونديفو اليوم وما خصني نمشي ندير لوكيت. وكيقول لي راه ما يمكنش، راه الناس غادي يسدوا. قلت له لا حنا كيلسنا ولا. نطلقت عليهم واحد الدوبيرمان ديالي وكملت الطريق مشيت افني، وشدوني عاوتاني البوليس في الدخله ديال افني. وقلت لهم لا. المهم البوليس تمايا يعني شويه كانوا الحمد لله انني تلاقيت مع سيد كنت كنعرفه في، يعني البوليس هكا كانوا كيعرفوني تمايا، وقال لي غير سيري المصيبه كملي الطريق. المهم ملي كتدخلي الكوميساريه ما عرفتش، المهم كيطلبوا لك لاكارت ديالك، عطينا السميه ديالك وهذا. ما عرفتش داكشي ما مولفاش كندخل الكوميساريات بزاف، ما عرفاش هذاك القانون ديالهم. anyway كان العقل طلبوا لي لاكارت ناسيونال ديالي باش وقيدني في واحد الدفتر ودخلنا. المهم طلعنا للفوق وقلت لهم ها شنو سولتهم، قلت لهم فين كاين بغيت ندفع للزواج المختلط وفين يعني الناس اللي غيديروا ليا لونكيت.
قال لي راه كاين في البيرو الفوق. المهم طلعت عنده، كانوا الدراري تمايا في البيرو ديالهم. قلت له ماش كاينش كاين؟ قال لي تسناي واحد الدقيقه. المهم تقريبا ما كانتش دقيقه، كانت تقريبا شي 5 حتى 10 ديال الدقائق تسنيتو. من موراها دخلنا عنده، وكنت عقلت دخلنا للكوميساريه مع 4 الا ربع بالضبط. دخلنا عنده وقال لي جيتي معطله، وقلت ليه اش كاين اش كاين. المهم كان حتى واحد الدري ظريف في الحقيقه، يعني مو دار ليا لونكيت، سولني انايا كامل على المعلومات ديالي، فين كتسكني، فين بقي، فين وليتي، وفين المهم المعلومات الشخصيه ديالي. وسول كذلك الزوج ديالي، وسولنا فين كتعرفوا بعضياتكم وهذا وهذا. وقال لي غدا اجي عندي مع 11. المهم رجعت عنده الغد ليه مع 11، وكملنا الاجراءات اللي خاصنا. وكيقول لي لقينا هذه شنو كتجيك، لقينا هاد السيده شنو كتجيك. يعني الناس اللي كتشابه الاسماء ديالهم مع ديالنا كانوا فيهم العائلات ديالنا، يعني بحال الاعمام ديالي خرجوا الاسماء ديالهم، ولادهم، خوالي كذلك، يعني الناس كامل خرجت الاسماء ديالهم. وهذا ما كان. والمهم حتى الدور ديال اللونكيت على الزوج ديالي خرجوا بعض المعلومات، بحكم انهم كانوا جاو للمغرب شحال هادي، وخرجوا لهم هذوك بعض المعلومات اللي هو اصلا كاع ما كنعرفهم، يعني تا سول عليهم عاد عرفهم. وهذا ما كان. المهم البنات اللي درت هو ان داك السيد اللي دار ليا لونكيت شديت الرقم ديالو، ومن موراها يعني صافي كملتي مع البوليس كتسني ان لونكيت ديالك الموافقه تجي من الرباط اللي كيقولوا الله اعلم. المهم ما كانتش مده طويله، يعني ماشيش بزاف. المهم كنا قاعدين هكا في الدار، كتجيني تليفون من السيد اللي دار ليا لونكيت. ومع قبل لا نجاوب قلت لي هذه من الكوميساريه، وهو كان كيتسنى. المهم قلت لي من الكوميساريه. انا كنهضر وهو كيقول لي وات جوين. انا كنهضر مع هذاك السيد وكنت دايره لو بارلو كنهضرنا. ومهم بقى كيهضر وكيقول لي راه زعما راه جات لونكيت وهذا وهذا. انا راجلي ما خلاني نسمع، ما خلاني نترجم، صدعني. وقال لي راه جات لونكيت ديالك، يعني كلشي مقبول والحمد لله، الله يسخر لكم الامور ومبروك وهذا وهذا وهذا. راجلي غير سمع مبروك وكيقول لي ويدينغ غنديروا العرس. راجلي مع سمع عائلته مبروك، مع قالوا لنا صافي يعني نوجدوا العرس. المهم قال لي راه الوثائق ديالك اليوم غادي نكملهم، هما اللي خدام فيهم دابا، غادي نسبق بهم هما الاولانيين. قال لي راه ما يمكنش انا نعطيهم لك، غادي نعطيهم القاضي قضيه التحقيق. قضيه التحقيق ماشي قضيه التحقيق، سميتو وكيل الملك. يعني داك البوليسي كيدير اوامر وكيل الملك، صافي دير ما يمكنش يعطيهم لي بيديات. داكشي اللي قال لي انه غيصيفطهم النيشان. قال لي راه اليوم غادي يكون، يعني اليوم مازال غنخدم فيهم، واليوم غيمشيو للمحكمه. صبح علينا باه على بصبح، يلا وزيدي نمشيو. مشينا. المهم تما فين قال لهم راه قلت لكم الكارثه اللي كنت قلت لمو قبل، يعني على هاد اللاكت هذا. الناس اللي مازال ما شافوش الكوارث اللي درت في حماتي قبل لا نجي لدارها، راه كاينين في فيديو من الفيديوهات ديالي قبل. وهذا النهار هذا كان من ضمن هذاك الحدث حتى هويا. المهم مشينا للمحكمه. دخلنا عندهم قلنا لهم الدوسي ما الدوسي، قالنا حكا مشى، هما ما فيهمش اللي قلب. قلنا راه مشى لمحكمه الاسره. مشينا لمحكمه الاسره، قلبوا ما لقاو والو. ورجعنا للمحكمه الابتدائيه وقلت لهم لا راه ما كاينش الدوسي ديالي تما. وهذاك السيد اللي مكلف الدوسي هو غير كان معكاز شويه، ويلاه جا معايا مع حل البيرو، مع صبحت عليه انايا. السيد ما فين يقلب، قال لي لا راه جا البارح صيفطوه، هو راه ما كان لا صيفط لا والو. المهم دارينا رجلين، مشينا للمحكمه والاسره، ورجعت عاوتاني للمحكمه الابتدائيه. قلت ليه ما كاينش الدوسي ديالي ما والو، وعطاني الدوسي ديالي وديته لداك السيد اللي سميتو حميد عاوتاني في المحكمه الابتدائيه، محكمه الاسره. دخلوا عاوتاني عند قاضي الاسره، وافق عليه. كيرجع عاوتاني من قاضي الاسره، وكيرجع عاوتاني عند وكيل الملك. كيطبع عليه عاوتاني وكيل الملك، عاد كيرجع عند حميد، عاد داك حميد كيعطي الموافقه ديالو وكيعطيك السميه ديال العدول. هنايا غادي نرجعوا للعدول. الا كنتي انت اختاريتي العدول اللي بغيتي يدير لك اللاكت، اش غادي نقول لك، هو كيزيد لك شويه، رغم انه راه ما عنده حتى شي دور، راه ما غيجري عليك، ما غيدير لك حتى شي حاجه. الحاجه الوحيده اللي غيديرها هو غيشد النمره ديال التليفون وغيتبع انت، مادام انك ديتي الوراق ديالك، الا انك شدي النمره ديال التليفون لراسك وقضي غرض راسك. المهم البنات من مورا هذا الشيء
الامر يعني الموافقه اننا نديرو اللاكت. والديفو اللي كنت انا دايره هو انه كان كيصحاب لي انني غادي نجيب هذيك الموافقه وغادي نمشي لمدينه اكادير وغادي ندير فيها اللاكت. هو لا، يعني المدينه المحكمه الاسره اللي انت دافعه فيها تما غادي ديري اللاكت. دافعه في اكادير غديري في اكادير. بحال مثلا انا دفعت في تيزنيت، يعني عندي تيزنيت النواحي ديال افني وافني والنواحي ديالها. ما يمكنش نجيب هذاك الامر نمشي نديرو في مدينه اخرى. هذه واحد الحاجه البنات اللي خصكم تردوا ليها البال، انا ما كانتش على بالي في الاول. المهم من هذا الشيء كامل مشيت شديت هذوك الوراق، عطانا الامر ديال الموافقه، مشينا عند واحد العدول وتما كنتصدم بواحد العدول اللي حتى نتوما ما خصكمش تطيحوا في نفس المشكل ديالي. ان داك العدول قال لي احكا زوجك ليس بناطق للغه العربيه، يعني غادي خصك تجيبي مترجم. ايوا اختكم تبارك الله معاك تعرف الناس بزاف، واش نقول لكم انا عائلتي من هنا وعائلته هو من هنا، والصهد والصداع النهار كامل صدعوني. وفينا هو هذا العدول وهذا تعطل وما نعرفش هو كيسحاب واش الادارات بحال ديال هنايا كيقول لك جوج سير جوج تلقى ما كاينش هذاك الشيء. المهم انا صافي سهل عليا الحال وصافي الناس ديجا كيفكروا في العرس، واش نقول لكم يعني العرس ديجا حنا كنوجدوا ليه. ايوا صافي اش غنديروا اش ما غنديروا. كان معنا الاخ ديالو الوقت اللي حنا كنا كنتسناو الوراق غيمشيو من عند حميد وقاضي الاسره وسير واجي، خو دخل عند واحد الحلاق مشى كيحلق. هذاك الحلاق كان كيهضر بشويه بلونجلي، يعني كان كيهضر لونجلي، واحد الانسان كيعرف لونجلي. العدول قال لنا الا بغيتو كاين واحد السيد، واحد استاذ اللغه الانجليزيه كيدير بحال هكا وكياخد 2000 درهم. انا جاتني 2000 درهم قاصحه يعني نعطيها ليه. قلت له كاين الاخت ديالو، ويقول لي لا ما خصهاش تكون الاخت ديالك وما خصوش يكون طرف، لا من الطرف ديالك لا من الطرف ديالو، يعني لا من عائلتك لا من عائلته. واش غنديروا اش ما غنديروا. نقص خو قال لقيتها لكم، غادي نمشي عند هذاك سميتو الحلاق. مشى عند هذاك السيد الحلاق. المهم الناس ديال تيزنيت هذاك الحلاق كاين في المشور، داك الحلاق كان في المشور. والمهم ما عرفتش قصبت النور والله ما عرفتش شنو سميت هذا. المهم كاين حدا قصاريه ديال الذهب. مشى عنده قال لي اش كاين قال لي الاخر مشى جاب. المهم جابو ما كانش يعني ما كانتش شي مسافه بعيده، جابو وقال لي حكا واش انت كتعرف لونجلي. قال لها المهم يعني داك العدول ما كانش عاجبو الحال اننا ديبارينا راسنا بلا ما نضطروا اننا نجيبو السيد اللي هو كيخدم معاه. قال لي واش كتعرف. قال لي قال لي واش داكشي كامل اللي غنقول لك كتعرف. قال لي غنشرح ليه كلشي. قال لي لا راه ماشي تشرح ليه يعني خصو يفهم. قال لي كلشي داكشي اللي قلتي لي غادي نعرف، كلشي داكشي اللي غتقول لي كيكون في العقد انا غادي نعرفو. المهم قال لي عطيني لاكارت ديالك. رجع عاوتاني داك السيد جاب لاكارت ناسيونال ديالو وجا. المهم درنا اللاكت، بقى كيهضر الشروط شنو عندك انت شي شروط، انت عندك شي شروط انت هذا. المهم هذاك السيد هذاك شرح للزوج ديالي كلشي. المهم تمت الامور على خير. قال لنا العدول غير خصكم ترجعوا من بعد 3 ايام 4 ايام وانتي والزوج ديالك وهذاك الشخص اللي ترجم لك والناس اللي شهدوا معك، يعني الشهود ديال اللاكت. المهم الناس اللي يعني الوكيل ديالك وهذا وهذا وهذا، يعني كلشي هذوك الناس خصهم يرجعوا. المهم سيدي احنا ما كانش عندنا هذيك القضيه وما خديناش النمره ديال هذاك الحلاق. المهم رجعنا ما كانش حنا يعني قال لنا من مورا 4 ايام. الشيء اللي ما يمكنش حيتاش انا الزوج ديالي غيمشي، يعني انا درت اللاكت اليوم الغد اللي كان عندي العرس والزوج ديالي غادي يمشي، يعني ما يمكنش نهار العرس الزوج ديالي غادي يمشي، ما يمكنش انه يرجع ولا يعني ما يمكنش. المهم الظروف ديالو ما كتسمحش. وراها انا قلت للعدول قلت له اودي ما يمكنش، ولكن الا كان انك تقد ديروا لينا غدا حيتاش غادي يمشيو. تما العدول بغى يدير لنا هذيك القضيه ديال الا بغيتي زيد المزيد الدقيق. المهم اختكم بينات ليه بان راه ما غتدي من عندي الريال الاخرانيه ما غتديها من عندي. انا كملت الرشوه ما عنديش معايا، يعني كتجيني صعيبه. الحمد لله في حياتي عمرني ما شديت ريال عطيتها رشوه لشي واحد، وكتجيني ثقيله انني نعطي الرشوه. نقد نديرو بجهيات، نقد ندير باك صاحبي شي واحد كنعرفو تما يقضي ليا غرض ولكن نشد فلوس نعطيهم ما عمرني تذكرت في حياتي. والحمد لله ما عمرني وصلت هذاك المستوى انني نعطي الرشوه، والحمد لله الهلال حقني على هذاك الشيء. يعني انا اصلا غير من زنفرتي ملي شافني غيعرف ما معايا ربح.
مشينا رجعنا لاكادير، لغدت ليه مع الصباح، جينا عاود مع تقريبا وصلنا تمايا مع شي 9 عاوتاني ديال الصباح. جينا درنا اللاكت ديالنا، جا هذاك السيد الحكم فيه الله ولقيناه في المحل ديالو، جا ودسنا معانا مسكين في الكتاب وكل شيء وصافي. ورجعنا للدار، وجدنا العرس وجدنا كل شيء. وهذا ما كان. المهم البنات، هذا هو هذه هي الطريقه اللي درت، يعني ما كانتش صعيبه بزاف، ولكن اللي غادي النصيحه اللي غادي ننصحكم هي انه حاولوا ديروا الوثائق ديالكم والاجراءات ديالكم دقه دقه، يعني ما تبقاوش تنقزوا من هنا لهنا، وهذه قالت لي وهذا قال لي. لا، الوثائق ديالكم قدوهم، سيروا بهذاك الشيء اللي هما طالبين لكم، حاولوا توفروه بالطريقه اللي بغاوها. وراه بلا نقول لكم ما كيقولوش لا، يعني ما كيكونش الرفض الا في بعض الحالات قليله 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 قليله، الا كان الزوج ديالك كينتمي الا كان الزوج ديالك كينتمي لشي حاجه اللي ما عندناش حنا في المغرب، ولا الدوله المغربيه يعني ما كتقبلهاش في الدوله ديالها، ممكن انها تقول ليه لا. ولكن في اغلب الاحيان راه ما كيقولوش لا، والله يسخر الجميع، واللي تزوجت تعرض عليا. وهذا ما كان البنات، هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى نكون فدتكم بالتجربه ديالي، ونشوفكم فين وامتى في الفيديو الجاي. باي.